اول حاجه لازم تفهمها ان الميه بتشكل 60% من وزن جسمك. يعني لو وزن جسمك 70 كيلو، حوالي 42 كيلو منهم ميه. الميه مش بس عشان تروي عطشك، ولكن الميه مهمه جدا لاعضاء جسمك الداخليه، زي تنظيم درجه حراره الجسم. الميه بتنظم درجه حراره الجسم، خصوصا لو انت شخص بتتمرن او الجو حر. الميه بتساعدك في تحسين الهضم. الميه بتساعد في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائيه. لما تشرب ميه بشكل كافي، معدتك هتقدر تشتغل بشكل مظبوط. الميه بتساعد على تسريع عمليه الايض، وده يعني ان عمليه الحرق في جسمك بتكون شغاله بكفاءه عاليه. الجفاف له تاثير سلبي على صحتك، زي الدوخه، زي الصداع، زي الارهاق. عشان كده شرب الميه بيساعدك انك تحافظ على نشاطك وتوازنك طول اليوم. طب ازاي نعرف اذا كنا بنشرب الميه الكفايه في اليوم ولا لا؟ لو دايما حاسس بالجفاف في فمك او عندك صداع، فده معناه انك محتاج تشرب ميه. تعال اعرفك ازاي تشرب ميه بالشكل الصحيح. تشرب ميه بالشكل الصحيح؟ تشرب ميه بالشكل الصحيح. اول حاجه، اول لما تصحى من النوم لازم تشرب كوبايه ميه، لان ده هيساعد جسمك يستعيد الترطيب بعد فترات النوم اللي انت نمتها بشكل كبير. حاول تشرب ميه بشكل مستمر طول اليوم، بدل ما تشرب كميه كبيره مره واحده. لو كل ساعه شربت كوبايه ميه كبيره، ده هيحسن من تركيزك وهيحسن من ادائك طول اليوم. الكميه اللي انت محتاجها بتعتمد على جسمك ووزنك، لكن على العموم من 8 ل 10 كوبايات ميه في اليوم كفايه. ولكن لو بتتمرن بشكل مكثف او الجو حر، هتحتاج طبعا ميه اكتر. ولو انت مش بتحب طعم الميه، ممكن تضيف لها نعناع او تضيف لها اي نكهه تخليك تشرب ميه كتير على مدار اليوم. لو انتظمت على شرب الميه بالشكل اللي انا قلته لك ده، ايه اللي هيحصل لك؟ هيحصل لك 4 حاجات. اول حاجه زياده الطاقه. مش هتصدق هتحس بطاقه قد ايه لما تلاقي جسمك مرطب وفيه الميه الكفايه اللي انت بتشربها على مدار اليوم. تالت حاجه تحسين الاداء الرياضي. لو بتتمرن بانتظام، جسمك هتحس بفرق كبير في تحميل الاوزان بشكل افضل، وده طبعا هيساعدك تحقق نتائج افضل. رابع حاجه التخلص من السموم. الميه بتتخلص من سموم الجسم عن طريق الكلى. يعني كل ما شربت ميه اكتر، كل ما جسمك نضف اكتر. جرب واكتب لي رايك في الكومنتات. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتشير الفيديو ده مع صاحبك، واكتب لي في الكومنتات محتاج نعمل لك فيديوهات عن ايه تاني.